هم مجموعة من السياح المغاربة تربطهم علاقة ود وصداقة بمرزوقة. جمعية أصدقاء الصحراء ينظمون للعام الرابع على التوالي رحلة تضامنية مع رحل المنطقة من خلال توزيع مساعدات اجتماعية. كل سنة تنجيو لهذه المنطقة وفي نطاق سياحي وتضامني واستكشافي فيما يخص المنطقة. تنجيو تنضمنوا مع الإخوان ديالنا، حيت الحمد لله حنا شعب متضامن، الشعب المغربي. في نفس الوقت نأتي لاكتشاف المناظر الجميلة لمرزوقة، لكن الأهم هو مساعدة الرحل وأبنائهم ببعض ضروريات الحياة. Principalement à qui on apporte des produits de première nécessité. يجوبون الصحراء بحثا عن خيام بدو المنطقة الذين يعيشون نوعا من العزلة، وتعطى لهم ملابس دافئة وأحذية قد تكون مفيدة في أيام البرد. استفدنا من ملابس ومساعدات مادية بالإضافة إلى بعض المواد الغذائية. أشكر جميع من ساهم في هذه المبادرة الطيبة. يعني شرف كبير لهم ولينا، ولكن الناس اللي كيجيو لعندنا هنايا كيطلبوا ديما، يعني كنت تقريبا المسافه باش يجيو، ما يجيوش كل خطره في العام، يجيو تقريبا حتى 4 5 خطرات، لان كيجيو لهنا كيلقاو الراحه ديالهم وكل شيء. اللي كنطلبوا ديما حنا ديما كنطلبوا يعني الخطوط الجويه الملكيه باش يمكن لها تساهم وتساعد هذه المنطقه. هي صورة جميلة لقيم التضامن والتآزر التي ينفرد بها المجتمع المغربي، ودعوة للجميع من أجل تنظيم مثل هذه المبادرات ذات الطابع الإنساني.